ولادو يجيبوا لي راه هانيه. هاد السيد اللي كنت انا كنكذب عليه وكيصيفط صالح لولادو ولا كيجيب شي قفه، كاينين الكاميرات حدايا فين ساكنه، كاينين الجيران، كاين اللي قال لي انت كذابه يطلع يكذبني دابا يقول لي اختي انت كذابه. انا معروفه السيدي، معروفه انا وياه معروفين، طليق الجوك معروفه الحمد لله بوجه احمر. السلام عليكم الاخوان الاخوات، نتمنوا تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. اليوم غادي نشاهدوا الخروج الاعلامي لزوجة كريم الجوك. الطليقه كتشكي وكتطالب من خلال منبر الاعلامي اللي هو شوف تيفي الطليق ديالها كريم الجوك باش يصرف على ولادو ويتحمل المسؤوليه ديالو، وهذا الاخير كي يكذب كلام الزوجه. لنتابع. نقول لك بغيت انا اللي كنت كنكذب، وكانت السيد داير واحد الشهريه لوليداتو كتجيب له يجي يقول لي الله يمسخك، يطلع يقول لي الله يمسخك ويقول لي راكي كذابه. انا بغيت نسمع هاد الكذابه، ولا كان كيجيب شي قفه لوليداتو ولا كان كيجي بغيناش نوصل انه يجي ويراد لا هادشي انا كنتسنى منه اي حاجه. بغيناه يجي قدام دابا الهروشي يجي يوقف مع ولدو، يجي يدير بلاكه لولدو. هادشي اللي كنشوفوه في فيديوهات انا عليك نار. هادشي اللي بغيت نوصل ليه انا. بغيت يدير شي حاجه، انا بغيت غير حتى هو يدخل وسط الناس وعنده ولده. حتى الولد غيشوف ان الاب ديالو جا وقف معاه شافو معاه. هادشي اللي كنتمناه. نقول لك انا راجلي بصح جا لهداك السبيطار ما كيدفعنيش لهنا ومن حقه سمح لي كيبقى ولد الناس بيت راه الا هازهم وكيوكلهم وتيشربهم خير منه راه واقيلا حنا في هذا المجتمع راه الماكله ولات صعيبه. انا كنت كنضرب تماره على نهار كامل على 200 درهم باش نعيش ولادو ياك، ولكن انت راه 200 درهم كتشرب بها تقدر تشرب بها قهوه. انا راه كنضرب فيها من 7 الصباح حتى 10 الليل. عمري ما فكرت شي نهار ندخل نطلع في شي لايف ولا نفكر ولا نعيش ولا نجبدو ولا ما عنديش هاد الفكره. كنقول الله ياخذ فيه الحق، ما نكذبش عليك، كنحل عيني الصباح كنقول الله ياخذ فيه الحق. كيوقع لينا شي مشكل كنقول الله ياخذ فيه الحق. كيتحقروا ولادي كنقول الله ياخذ فيه الحق. ولادي كيحتاجوا لشي حاجه كنقول الله ياخذ فيك الحق. ما نكذبش، انا ما نسمحش ليه غدا قدام الله ما يسمحش ليه وما نسمحش ليه. لا انا ضيعته ولا قلت عليه شي كلمه ما كايناش. انا ما دخلنيش في داكشي ديالو الاخر، ما كيهمنيش. المهم انا كنهضر انا حاليا لا عيطت لك انت ولا دويت انا كندوي على ولادي، ما كندويش عليا انا. كنقول ديما سالني واحد النهار انا كنت مرت كنتفكر ان عندنا جوج دوك الوليدات شنو نمسحوهم من الحياه، نمسحوهم من الدنيا، شنو الذنب ديالهم حيت ولدتهم معاك صافي تحد النصيب ما بقاش صافي. دوك هما الوليدات دير الخير في ولادك، كدير الخير كيدير الخير. دابا المشكل كيبان لي انه كيوقف مع الناس. علاش ما توقفش مع ولادك؟ راه ما شاء الله راك شتيهم كي دايرين، راه ما غيحشموش بك. علاش شنو خاصه دوك الدراري اللي انت تنفيهم؟ علاش تنفيهم اخويا؟ علاش ملي بغيتي تنفيهم ما تولدهمش؟ ولكن اش غنقول لك، حسبي الله ونعم الوكيل. انا راه ما نسمحش ليه لا اليوم ولا غدا، ولا لقى شي حاجه كذوب ولا لقيت اخويا شي حاجه كذوب انا راه نوريك فين كاينه وجي مرحبا بك. ما قلتش انا معروفه الحمد لله، كنت خدامه في مونغو، خدامه في بزاف د الحوايج يصيروا يسولوا عليا، خدمت ضرب التماره، ولكن هذا هو جهدي. راه انت دير عام انت كتمشي تعوم ساعه اش كيطرالك؟ ديال انا من 7 الصباح وانا خدامه حتى 10 د الليل ياك. وكانت انا يا ربي تسمح لي وليتهم في الحرام نقول غلط نستحمل، ولكن انا ولدهم بالحلال. انا عندي بوراقيه بولادي باباهم حي باهم موجود. انا قيد الحياه. علاش تنفيهم؟ علاش انت عندك مشكل معايا انا؟ ميسور الحال قادر يعاون. هذا هو اللي بغيت نوصل لك. ما قدرتيش ما بغيتيش تعطي لولادك هما معايا، هز وليداتك وقد بهم. كتقول انا ما ناخذش فلوس وانا ما نعطيهاش ريالي، انا ما انا دي وليداتك بجوج وقد بهم. انا هزيتهم 10 سنين هزهم حتى واحد العامين، هز اصداع دوك الدراري، هز مشاكلهم، هز غلطهم، هز بزاف د الحوايج. قلت شي كلمه د العيب اخويا؟ كلام معقول. ما طلبت مني حتى حاجه.